وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وعليكم بتقوى الله عز وجل، عليكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، كما قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله أيها المؤمنون في كل مقام بحسبه. إذا أتى أمر لله جل وعلا فتقوى الله أن تمتثل هذا الأمر. إذا أتى وقت الصلاة فتقوى الله أن تصلي. إذا أتى أمر لله بصلة الرحم أو بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر فتقوى الله في هذا المقام أن تمتثل الأمر وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. إذا أتى المقام في مقام فيه منكر وفيه معصية فتقوى الله أن تتذكر مقامك بين يدي الله وأن تتذكر حق الله عليك وأن تبتعد عن ذلك. فتقوى الله في كل مقام بحسبه، وجماعها أن تعظم أمر الله وأن تعظم نهي الله جل جلاله.